كتبدا القصه مع ماتش تاع الريغبي بين جوج فراقي فرقه ما حامله الاخرى. الماتش مرون والفرقه الزرقاء باقي ليها جوج نقاط ويسالي الماتش. الفريق الابيض كان فيه واحد خونا سميتو جيك غا كيكردن في بنادم اللي جا قدامه كيطفي ليه الحجره. في الجهه الاخرى كان واحد سميتو مور بدا كيستفز في جيك باش يهبط ليه المورال وجبد ليه باه صافي تما حك على الضبره. جيك جعر وخرج على الماتش ولا خدام فيها بونيات ما كاينش المزاح. قلب حبها من ماتش تاع الريغبي المصارعه حره جماعيه ما كاين لك غا هرس دق مثلا الماتش تمشى الماتش باضرار القليله هرس لكل واحد نيفو. مور الماتش جيك مشى كيبدل في حوايجو حتى جا عنده واحد العشير بان عليه عاجبو داكشي اللي دار لخوتنا وسط الماتش. عرض على جيك لواحد الحفله لكن جيك رفض حيت للاسف غادي يبدل المدينه مع ماما وخوه وما يقدرش يحضر. من بعدها جيك رجع على الدار وتلاقى مع مو خوه الصغير تشارلي. مع الدخله اللي دخل بدات مو تتصبن فيه حيت عاوتاني جبد الصداع برا. عيات ما تنصح فيه باش يتراكا شويه وما يبقاش يجبد الصداع لكن هو ديما فاقد السيطره على الاعصاب بسبب واحد البلان طرا ليه غنعرفو من بعد. قالت ليه يمشي يبدا يجمع حوايجو وحوايج تشارلي باش يتحركوا دغيا من هنا. بان على جيك ما حاملش يبقى هاز المسؤوليه تاع خوه وخصوصا غادي يبدلوا المدينه على قد على ود باش يتدرب في واحد الاكاديميه تاع التنس. وهما كيجمعوا في الحوايج طاح واحد الصندوق فيه حوايج تاع باهم. مع هز جيك الحوايج بداو كيجيو الذكريات ديالو مع باه. طلع ليه الدم وهو يقرر يمشي يتهنى من هاد الحوايج بمره حيت ما بقاش باغي يتفكر شي ذكريات عليه لسبب حتى هو غنعرفوه من بعد. سافروا العائله وتحولوا لولايه جديده ودخل جيك المدرسه جديده حتى هي. الهيت جديد والجو مبدل ما غيحس به غير اللي فايت ليه بدل المدرسه ديالو هو كبير يعني في الكوليج ولا الليسي. مشى خدا الاستراحه ديالو عادي وملي سالاها غادي للقسم ديالو داز على واحد القنيه فيه شي وحدين شابكين مع واحد الشعير. جيك ملي شاف الشعير واكل العصا مشى تدخل باش يحامي عليه ضرب اللوين اللي كان كيسلخ فيه. الشعير من بعد ما حامي عليه جيك ضربو بقى غمصدوم منه كيفاش هو باغي يحامي عليه وصدق ضربو. رجع ثاني الشعير كمل المقاتله ديالو وطلع بلا بيناتهم شي حساب كيصفيو فيه بقتال عادل. واحد من الرباعه اللي كانوا تيتفرجوا فيهم سميتو رايان بقى كيدير شي شوفات في جيك الاخر. من بعدها مشى للحصه ديالو عادي كيدوز فيها هو يسولهم الاستاذ واحد السؤال حتى واحد في الطلاب ما كان قادر يجاوب عليه. مشى الاستاذ قصد واحد البنت سميتها باها وسولها نفس السؤال باش تجاوب عليه والو. ختنا مشوكيه تما نقص جيك وجاوب جواب صحيح ونسى الاستاذ عليها بالجواب اللي لاح. من مور مساله الحصه هو خارج وقفات عليه باها وشكراتو حيت اعتقى من الاحراج اللي كانت غطيح فيه. صافي تما تعرفوا بجوج على بعضياتهم والشوفات اللي كانوا بيناتهم لا تبشر بالخير هادشي حرام خيخي سوا رمضان ولا بلا رمضان. صافي تفرقوا مشاو كل واحد فيهم بحاله ورجع جايك لدارو. مع الدخله سولاتو ماما على النهار الاول اللي في المدرسه كيفاش داز. من الطريقه باش بدا كيجاوب فيها بان عليه حاقد على هادشي اللي داروا. ما لقاو ما يديروا قال لك اجيو نبدلوا المدينه كامله والروينه باش ولدك الزوين يلعب التنس على خاطرو. طز مو حتى هي عوض ما تكالميه بدات تجبد ليه المشاكل اللي حتى هو كان كيديرهم في المدينه اللي كانوا فيها تناض في حاله مشى لبيتو. نهار اللي من بعدو في المدرسه الشعير اللي حام عليه جيك قبل جا ريح معاه في الطبله وتعرف عليه سميتو ماكس. قال ليه ماكس انا عارفك كنتي لاعب تاع الريغبي قبل وفايت لك دغمرتي فرقه على قدا في واحد الماتش وتحولتي لهاد البلاصه مؤخرا. جيك تفاجئ كيفاش خونا عارف عليه هاد المعلومات كاملين. رد عليه ماكس واش انت باقي تتشعل العافيه بحجرو راه كاينه واحد الحاجه سميتها الانترنت. الفيديو تاع الماتش د الريغبي تنشر وشافوه بزاف تاع الناس وراك تشهرت يا معلم ولا كلشي عارفك. وشرح ليه بلا القتال اللي كان داخل فيه البارح هذيك كانت كومبا مبلانين ليها بيناتنا. ورا ليه ثاني واحد الفيديو تاع الصال اللي كيتريني فيها وعرض عليه يجي يتدرب غا يعجبو الحال حيت راه من الفيديو ديالو في الماتش د الريغبي بان عنده موهبه خاصو غا يطورها. جيك رفض وما كانش باغي يدخل قال لي هادشي ماشي ديالي ما باغيش. وفي نفس الوقت لاحظ الطلاب كاملين اللي كاينين في المدرسه ولاو عارفينو وكيشيروا جهته بسبب الشهره ديالو بالفيديو اللي تنشر. ملي بدا خارج تلاقى مع باها وعطاتو واحد لانفيتاسيون لواحد الحفل غيكون في الليل. جيك عجبو الحال بزاف بهاد الشهره اللي ولات عنده لدرجه تجي انفيتاسيون للحفل. مشى للدار بدل حوايجو وضرب بواحد التدويشه توصل الليل وتحرك لجهه البلاصه ديال الحفل. مع وصل تما تلاقى مع ريان وبدا كيعرفوا على البلاصه كيف دايره واللي كانت كبيره بزاف. ملي دوروا في القنت كامل قال لي هادشي راه ما كيتقارنش بالعرض اللي غنوريك دابا. وراه واحد البلاصه فين كيتقاموا مصارعات بين الناس. كان عندك شي حساب مع شي عدو كتجي كتصفيه هنا. كنتي معصب وباغي تخوي خديدك كتجي كتخويه هنا. مرات تطلقات مع راجله وباقيين حاقدين على بعضياتهم كيفاري وتا هي هنا. المهم هنا بلاصه سبيسيال ديال تصفيه الحسابات. دخل لقاد على راسك وان مدروس صح تنس الناس كاره في اللاس يلا اللي ما فاهمش الشلحه بالعربيه هي قليل الصحه تبكي عليه امو. كان واقف هوياتي هضروا تبانت لي باها داخله للبلاصه عينيه تقلبوا عليه كنقول لك شويه داروا بهم دوك اللي كاينين في الحفل. جيك ما فهم والو قال ليه ريان هذا هو وقت الحدث الرئيسي هذا النهار غيكون قتال بيني وبينك. جيك والو ما بغاش يوافق حيت اصلا هو ما كيتقاتلش وما عندوش مع هادشي. ريان كذب هضرته حيت شاف الفيديو ديالو اللي تشهر به كيسلخ في البشري
يجري وما يمكنش يكون داكشي غا صدفه. جايك ما بغاش وحالف ما يتقاتل مع شي واحد. في البدايه حساب ليه واش هادشي غير ضحك، جبد ماكس الكاميرا حتى هو وبدا كيدير في راسو مقدم كيحمس في الناس بالقتال اللي غيطرى من دابا شويه. جايك ملي حس بالقضيه واخدينها بصح قرر يمشي في حاله من تم حسن ليه. خوتنا اللي دايرين بيه وتقولوا شي واحد فيهم بغى يخليه يمشي في حاله، وباش زاد رايان كملها وجملها كان عارف القصه ديالو مع باه وبدا كيهين فيه بها. وكيفاش البلان ديال سكيري تاع باك واش صافي جابها في راسو صدق داخل في شجره. جايك جبد ليه اي حاجه الا باه صافي تما تحك على الدبره، كان غيتلح عليه كون ما شدوش صحابو. ومن القوانين خص هو الاول المقاتلين يلبسوا الليغات باش يتشاموهم ويخرجوا باقل الاضرار. مع البدايه الفايت هجم عليه جايك بشحال من ديريكت، رايان بقى غا كيفانتي فيهم. جايك كيهجم عليه ورايان كيفانتي بقى غا كيهين فيه قدام الناس. جايك ضرب واحد الكاس تاع الشراب لاحو عليه وهو ينزل عليه بجوج كروشيات. قال ليه رايان ناضي لكن هادشي راه كان عند الناس زمان في الاولد سكول. ضربوا ضربه للرجال بلوكاه وسولوا اش بالك في الضربه، عاود ضربوا ثاني في نفس البلاصه حتى ما بقاش قاد يوقف ولاحو الارض. بغا ثاني ينوض وهو يشدو ردخو مع الارض وتك عليه بالكروشيات، بقى كيخشي ليه وكاع اللي كاين تما كيشجعوا في رايان. بغا جايك ينوض خشى ليه رايان الركله الواليه عنده حطو الارض. جايك حالف ما يستسلم، عاود ناض ثاني يا هو يا رايان ما غيخرجوا من تما وغا واحد فيهم مزوز في لومبيلونس. باها ملي شافت القضيه وصلت لهاكا مشات في حالها من تم. رايان شافو عاصي بقى كيخشي ليه ثاني كيخشي ليه، في الاخر لصق ليه موندوليو للوجه، العصير خرج من فم جايك. كنقول لك صافي هذه كانت هي الاخر عليه ما تلاش ناض، ما ضرباتو الفيقه غا في البيت ديالو. جا عنده خو فيقو. شارلي ملي شافو في ديك الحاله عرفو شبكه مع شي حد ديال بصح، طلب منه جايك ما يقولش هادشي لماماه ويمشي للمدرسه بوحدو. اليوم ما عندوش كيفاش يدي في هاد الحاله. داك النهار جايك ما مشاش فيه المدرسه، بقى غا مكواني في الدار كيكمت في الضربه. رايان في المدرسه كان فرحان بهادشي اللي دار حيت غلب واحد مشهور كيتفاخر بها قدام الناس. شارلي من بعد ما رجع من المدرسه مشى طيب شي حاجه ياكلها وداز عند خوه لقاه ناعس مهلوك، حط ليه حتى هو الماكله ملي فيق ياكلها. في الليل ملي كان جايك مريح تيقصي في ديك الماكله دق عليه ماكس وكذب عليه بلا معاه باها. مشى كيجري حل الباب لقاه غا ماكس بوحدو، كل ما قالش ليه معاه باها ما كانش غيحل عليه. ملي ريح ماكس كيهضر معاه على داكشي اللي طرا قال ليه بلا ما يوقفك الحال، عرفتي معاه من طحتي في كومبا ولا لا؟ رايان منذ نعومه اظافره هو مخشي في لاصال كيتدرب وعنده خبره على الكرا نورمال، لكن انت عندك واحد الحاجه اللي ما عندوش هو واللي هي ما كتستسلمش معلم. هاد المهاره خصك تستغلها. وجبد لي واحد الكاسيطه فيها فيديو تاع واحد الصال كيتريني فيها والمدرب ديالو سميتو جون روكا. شرح ليه بلا هاد المدرب ما كاينش في حاله، لا مشى تتدرب هو بالضبط على يدو حرفيا غادي يدير شي حوايج ما يقدرش بنادم يديرهم في سنوات تاع التدريب. والو جايك ما داخلاش ليه الهضره لراسو. الفايت اللي دخل فيها مع رايان غا حيت كان معصب اما ما يدخلش لذاك الصداع من الاول. ماكس وخر رفض ليه الفكره ديالو خلى ليه الكاسيطه ومشى خرج من تم. جايك بقى كيشوف في الكاسيطه وكيفكر. والنهار اللي من بعدو في الصال تاع المدرب روكا كيبان لينا جايك فكر مزيان وقرر يجي يشوف البلان كيف داير. تلاقى معاه ماكس وداه يعرفوا على المدرب غا من الطريقه باش كيتعامل معاهم بان ما معاش الضحك خيصات. جا عنده جاك قال ليه بلا باغي نبدا التدريب معاكم هنا. صدروا روكا باش يجي غدا في الوقيته تاع الحصه ديال المبتدئين. جايك سمع المبتدئين ما عجبوش البلان قال لي راه باغي نتريني مع هادو. وتا ماكس اكد للمدرب بلا جايك عنده في يديه ماشي مبتدئ. المدرب ملي شافو قال لي سير بدا تعلم اللي داروها الاخرين ديرها حتى انت. داكشي اللي دار جايك بقى كيمشي اللي داروها كيديرها معاهم حتى هو. ما كاين لك غشقع على روحك اخي ديالي، من رفع الاثقال تسلق الحبال ومن تسلق الحبال لرفع الاثقال ثاني، ونفس الحاجه تتعاود شي 3 المرات. المهم جايك مساله تتقادى ليه جهده كامل. المدرب قال ليه جمع معنا راسك هادو راه غير التسخينات راك دابا المعقول. جايك قال مع راسو كيفاش تسخينات وضاف. مشى حط جايك مع واحد متر ونص عطا لهم الليغات باش يلعبوا كومبا بيناتهم. جايك شاف خونا قصيور حقرو حساب لي الاستاذ غا كيضحك معاه. مع بداو الكومبا شدوا متر ونص نعسوا الارض خلاه كيزاوق. بقى وقت تما كيهجم عليه كينعسوا الارض دار ليه الاراره ما خلاش ليه فين يتنفس. بقى متر ونص خانقو كيتسنى فيه باش يستسلم والو جايك ما باغيش يستسلم ليه. بقى على ديك الحاله تفقد الوعي. ملي فاق من القلبه لقى المدرب قدامه قال ليه مره اخرى ما تعاودش صحتك هي الاولى غدا جي مع 6 عندك تعطل. يلاه بغى يمشي هو علمو بلا كاين قانون واحد في هاد الصال ممنوع تقاتل برا الصال. باغي تطرد مره من هنا سير تقاتل. ملي خرج من الصال هو وماكس بان على ماكس متحمس اكثر منه حيت غيولي تريني هنا. بغى يمشي في حاله وهو يرد عليه ماكس يمشي معاه في الطوموبيل. قال ليه جايك وايلي هذه طوموبيلتك لا بشكليطه تطلع بركه من. في الليل في الدار تاع جايك جا شي واحد دق ومشى حل تشارلي الباب. طلعت باها جات عند جايك شاف فيها تشارلي وهو يدير
انت فيك كنتي مخبي علينا هاد النعمه اخي. دخلات باها للدار حيت جات تعتذر منه على داكشي اللي وقع ليه في الحفل. صدق هي كانت متفقه مع ريان باش تانفيتي للحفل وشبكه هو وياه في فايت. هي كيحسب لها واش داكشي غيكون غا خفيف ظريف. ساعه ريان كان عنده راي اخر. عيات ما تحاول تقنعو بلا هادشي كامل ما كانش باغا يطرا، واصلا هي ما بقاتش تتحمل ريان حيت دار ليها شله ستونات قبل وارتاحت معاه هو اكثر. لكن والو، جيك طافي قلبه رد عليها بهضره ما عجباتهاش وهي تمشي في حالها من تم. النهار اللي من بعدو مع 6 المدرب روكا حل الصال، لقات جيك جا قبل الوقت بساعه. ملي سولو علاش جاوبو بلا باغي تريني ساعات اضافيه، وجبد ليه 200 دولار خلاص ديال شحال من شهر، وشاف في وجهه بلا السيد باغي تريني من نيتو. مشى جيك بدا كيتدرب في الصال، حتى جا عندو روكا وقال ليه انت فين غادي بداك الجهد كامل؟ لا بغيتي تحكم الضربه ديال بصح وما تستنزفش الطاقه ديالك كامله في ضربه وحده، خاصك تنفس في كل لكمه ولا كل ركله صيفطتيها. والو، جاك ما كانش عارف كيفاش حيت الصاك ثقيل بزاف. ملي جا روكا يوريه كيفاش ركل الصاك ركله فزعو من بلاصتو. صافي تما جيك فهم بلا البلان وما فيه هو يتنفس مزيان ملي يكون باغي يسدد الضربه. من داك النهار وجيك ما كاين لك غشقه على روحك لا باغي تلقى. لونطريما في النهار وفي الليل ما كايناش الراحه، وباها في الجهه الاخرى مريحه مع ريان وباين عليها ما حاملاش راسها. فواحد الليله ملي كان راجع جيك للدار شافت امه هو داخل وسولاتو على ديك 200 دولار اللي جبد من البنكه فين دكها. في الاول كان كيحسب لها خرج على الطريق ومشى خسرها كامله في الطاسه والقرطاسه. وملي قلب هاد الصاك اللي جا هاز معاه لقات فيه اللي قات تاع لونطريما، غوتات عليه حيت عرفاتو تاني رجع للمقاتله والصداع، وهذا الشيء اللي ما باغاش هي. حاول غير يشرح لها اش كاين، ساعه هي ما خلاتوش. نهار اللي من بعدو كيبان لينا المدرب روكا فاق غسل وجهه وبدا كيتدرب وتنعرفوا بلا هو عايش نيت في هاد الصال. في نفس الوقت في الجهه الاخرى كان جيك في القسم وهو يقول لهم الاستاذ ينقسموا المجموعات على ود واحد البحث. جيك وباها جاو في نفس المجموعه، عوض ما يبداو يفكروا ويحطوا الافكار اللي خاصهم يهضروا عليهم بداو عاطينا المعاطيه بيناتهم. ما كاين لك غير حشيه الهضره تتفرتكات المجموعه. ملي سالت الحصه وخرجوا مشات ماها تلاقات مع ريان، قالت لي بلا البلان اللي دار مع جيك في الفايت اللي طرا بيناتهم ما بلان ما والو، داكشي ما اتفقوش عليه ماشي رجل هادي. ريان ملي شافها تتحامي على جيك وبقى فيها الحال بدا كيهين فيها وكيقول لها بلا هو بليزير منه هي معاه، كل ما هو ما كانتش غتكون عندها هاد الشعبيه في المدرسه. تما فاراتها معاه وتفارقوا. في اللحظه اللي بغات تمشي شدها تاني وبدا كيعاير فيها توقف عليهم جيك. ومره اخرى ريان جبد ليه بواه، لكن هاد المره ممنوع عليه يتقاتل برا الصال. من ورا هادشي جيك كان حاقد في الصال ومعصب غا كيضرب بلا ما يفكر. روكا شافو في ديك الحاله قال ليه برد شويه ويتنفس كما قال ليه، والو باقي في نفس الحاله. جا عنده الاستاذ باش يتدرب معاه هو شخصيا وهو يشدو ردخو مع الارض. وملي شافو باقي ما مكالميش ومعصب اكثر من القياس صيفطو لدارو مرتاح حتى الغدا ويرجع يتريني. وداكشي اللي دار جيك. ملي خرج تبعو ماكس باش وصلوا للدار بالطوموبيل. وصلوا لواحد ستوب في الطريق هو يبدا واحد خونا كيكلاكسوني عليهم باش يتحركوا. خونا كيكلاكسوني وجيك طالع عليه الدم، وفي نفس الوقت تيتفكر الذكريات ديالو مع باه. تسالوا ليه هو يخرج عند خونا من الطوموبيل. خرجوا من الطوموبيل ثلاثه د الناس جاو بداو كيتفرعنوا عليه، شدهم دغمرهم كاملين، تكردين نايض في الشارع دقدقهم. ماكس غا على سبه بحال واحد صاحبي، وقت ما يشوف شي حدث كيحل الكاميرا يوثق. الفيديو اللي صوره هو كيكردن في خوتنا تنشر تاني وشافوا اللي سوا واللي ما يسوا. المدرسه حتى هي كامله شافت الفيديو ديالو كيسلخ فيهم ورجع تاني مشهور مره اخرى. مشات جيك للطواليت يقضي حاجته توقف عليه ريان. مع بغى يهجم عليه جيك شدو كربعو على السقو في الارض. قال لي واش حساب لك سلختي ثلاثه د الكعاكع وسط الشانطي غدير معايا انا شي حاجه؟ شبع فيه اهانه وما طلقوا حتى ضربوا ضربه للرجل كوعو. مشى من بعدها تلاقى مع ماكس ورا ليه واحد المسابقه تاع المصارعه، شرح ليه القواعد ديالها وبلا كيتجمعوا فيها غير النوابغ تاع المصارعه. ريان هو الملك تاع التورنوا دابا حيت واخد جوج المرات متابعه وما كيرحم حتى واحد. اللي جا قدامه كيدقدقو. التورنوا غتقام الشهر الجاي ويمكن لك تاخذ بلاصتك وقت ما بغيتي واخا في اخر دقيقه. من بعدها مشى جيك للصال باش يدوز الحصه ديالو كيف العاده. مع بغا يدخل قال لي روكا انت فين غادي؟ باغي ندخل؟ لا ما دخلتيش، القانون هو ممنوع تقاتل برا الصال، وانت اش درتي؟ خالفتي القانون. الوي عندك وعمرك باقي تعتب الصال. العزوه ما كيضحكش، الكلمه هي الكلمه. ملي رجع للدار تلاقى مو تتصبن في تشارلي حيت شي واحد زرق ليه عينه. لاحت اللومه كامله على جيك حيت هو القدوه تاع خوه وبسبابو حتى تشارلي ولا كيجبد الصداع. ملي عيا وما يتغاوتوا بيناتهم طلع بلا تشارلي ما زرق ليه حتى واحد عينه، غتضرب بتينيسه بالغلط وبغى يدير فيها واعر. النهار اللي من بعدو مشى تحرك جيك جهه لاصال لعله عسى يرأف به. صدق ساد عليه الكراج فوجو، مشى ريح مع ماكس كيخطط هو وياه على شي طريقه يقنعوا بها. ماكس قال ليه بيني وبينك اخي الزين لا بغيتي تهضر معاه ما ننصحكش تمشي عنده للصال، خليه حتى يخرج يبعد عليه وقف عليه قول ليه اش باغي تقول ليه. وداك الشيء اللي دار، مشى وقف
عرف عليه ملي كان تيتقدى واعترف ليه بلا اصلا هو كان باغي يتدرب غير باش يتقاتل مع واحد خونا حاقد عليه. هادشي كامل دار واحد كان معصب بزاف وكان بامكانه يرفض، حتى مع باه كان بامكانه يرفض وما يعطيهش يسوق الطوموبيل بسبب حيت ما رفضش صدق صايغه وهو سكران ودرنا كسيده وهو مات وانا بقيت حي. وبهذا الشيء اللي طرا وليت ديما معصب وكنجبد الصداع. البلاصه الوحيده اللي كنكون ما معصبش فيها هي ملي كنكون فيها في لاصال، تما المدرب ما كان عليه غير يقبل الاعتذار ديالو. من داك النهار تاني ما كاين لك غير الخدمه، داك الجهد اللي كان كيدير جيك في الاول ولا كيدير الدوبل ديالو، نهار من بعد نهار النيفو ديالو ولا كيطلع شويه بشويه. لونطريما في الدار في الزنقه بنهار بالليل. واحد النهار كان كيتدرب مع روكا برا هما يوقفوا يرتاحوا ويتمشاو شوي. سولو جيك واش تا هو عنده عائله، رد عليه روكا بلا والديه انتقلوا من السنغال للبرازيل ملي كان صغير. كان عنده حتى خو سميتو جوزيف معروف عليه مقاتل ناضي احسن مني ب1000 درجه، لكن للاسف طربلان واحد النهار في واحد المطعم واحد الراجل جبد صداع مع خويا جوزيف ما صبرش هو يشدو كردنو. الراجل ناض مشى بلا ما يقول حتى حاجه، ما دازت حتى 10 دقائق رجع هاز سلاح تيرابيع على خويا قتلو. وحيت ما قدرتش ندافع عليه ما كنتش قاد نواجه والديا. ومن داك الوقت عمرني شفت عائلتي 12 عام دابا. نهار اللي من بعدو مشى تلاقى مع باها وطلب منها السماحه على الهضره اللي قال ليها. هو من الاول كان عليه يرفض وما يخليش ريان يتلاعب ليه بالاعصاب ديالو، وباها حتى هي ما رداتهاش ليه في وجهو سامحاتو. في نفس الوقت ماما جيك مشات للصال وتلاقات مع روكا تما وعرفاتو بلا هي ماما جيك. قال ليها ولدك من احسن التلاميذ اللي دربت في حياتي، حاولي تنقصي عليه شويه الضغط وما تحمليش المسؤوليه تاع موت بواه. حتى هي كانت تفهمات ولده وخلصات ليه الشهر اللي جاي. نهار اللي من بعدو ماكس جا عند جيك وجرو وقال ليه بلا التورنوه تاع المصارعه كاينه غدا. صدمو جيك وقال ليه راه ما تلاش غيشارك في المسابقه، ما كاين لاش ما عندهاش فاش تفيدو. ماكس كان محمس تسمع منه ما تلاش غيشارك بقى فيه الحال، لكن الراي في الاخر كيبقى لجيك ما عنده ما يدير. رايان في الجهه الاخرى كان مريح مع عشرانو تسمع منهم بلا جيك انسحب من المسابقه والسبب مجهول. رايان ما كانش باغي ينسحب حيت باغي يلعب ضده في البطوله، ضروري خاصو يفكر كيفاش يرجعو. اول حاجه دار هي مشات تسنى ماكس تخرج من الصال، عيط عليه وقال ليه يمشي معاه للدار حيت باغي يعلم الدراري اللي معاه حركه جداد تاع المصارعه. ماكس حتى يعرفوا من شحال هادي ما رداش ليه فوجو وافق يمشي معاه. مشى للدار لقاهم كيتريني وحسن كاع من داكشي اللي كيعرف هو. تدخل زعما بغا يعطيهم الراي ديالو، قمعوه قالوا ليه ريح انت اش دخلك. ناض ريان قال لي هادو راه ما كيعرفوا والو، اجي نوريهم كيفاش كيتدربوا. دخل معاه في كومبا خفيفه وهو يبدا يخشي ليه في الكروشيات وما لابسش الليغات. ماكس شافو كيضرب من نيت وما فهم والو، شويه بدا كيزرب عليه ريان ضربه مورا الاخرى بقى كيخشي ليه حتى طيحو كاو. فهاد الوقت جيك كان مريح كيلعب مع خوه باها حتى كيدق عليهم شي واحد. ملي مشى جيك يحل يشوف شكون لقى شي وحدين ركبوا في الطوموبيل هربوا وماكس مليوح في الارض حدا الدار طايح كاو. دغيا عيطوا على لومبيلونس باش تجي تهزو ويدوه للسبيطار. تاروكا ملي شاف الطوموبيل تاع ماكس باقا بلاصتها حس بشي حاجه ماشي تلهيه. جيك ملي كان مع ماكس في السبيطار عرف باللي ريان هو مولات الصداع هذا كامل. هز السوار تاع الطوموبيل باش يزيد يشارك في المسابقه باش يفارع مع ريان. عيات ما تحاول باها توقفو والو تتهضر مع الحيط. ملي وصل الطوموبيل د ماكس بغا يركب فيها باش يتحرك شافو روكا باغي يديها وعرفوا باغي يمشي يتسجل في التورنوا باش ينتقم لماكس. قال ليه الا مشيتي حتى حطيتي رجلك في ديك البلاصه تيق بيا واخا تبكي الدم عمرك تعتب الصال ديالي مره اخرى. جاك رد عليه حتى الامتى غنبقاو حنا ديما هاربين من الواقع. شرح ليه بلا بعض المرات خاصك ضروري تواجه المشكل اللي عندك ولا غيبقى تابعك حياتك كامله. عطاه مثال بداك الشيء اللي واقع ليه مع خوه وما قدرش يواجه عائلته من داك الشيء اللي واقع. وهو دابا 12 عام عمرو شافهم حيت ما قدرش يواجه المشكل ديالو. قبل ما يمشي جيك من تم عيط عليه روكا وقال ليه يطرا اللي طرا تحكم في الافعال ديالك. قصد جيك الدار ديريكت جبد منها الماتيريال ديال الكومبا وقصد المقر تاع التورنوا فين كاينه. مشى دخل لقى الروينه وعامر تما بالجماهير وقصد المقدم سجل راسو في التورنوا. الماتش الاول ليه غيكون ديريكت ضد ريان. يلاه بغاو يبداو وهو ينطق المقدم قال لهم حبس كاين غلط في السميات. الماتش الاول غيكون بين ريان وواحد اخر، يعني الا بغا ريان وجيك يتواجهوا خصهم يوصلوا بجوج للنهائي. ما مشكلش مشاو بجوج وبداو كيواجهوا في خوتنا اللي ضدهم. ما كاين لك غا هز خبط من جهه ريان ولا جهه جيك. ريان كيطيح الخصوم ديالو غا بالضحك اقل الاضرار. بقاو غاديين كيتكلاساو توصلوا بجوجهم للنصف النهائي. الماتش اللي كان بين جيك وواحد اخر كان قاصح وخونا ما كانش ساهل كاع. خونا ضرب جيك العضله تاع كرشو بلوكاه بقى مقاتل معاه ما غلبو غا بزاز وتاهل، لكن الضربه اللي خدا منه كانت خايبه بزاف. مشى دخل يعالج الضربه اللي خدا وتيتسنى في ريان يلعب الماتش ديالو باش يتلاقى معاه في الماتش الجاي. هو كيتعالج دخلت عليه باها طمأنات عليه وقالت ليه دابا عاد عرفتك علاش باغي تقاتل، خاصك دابا تقاتل على ود الناس اللي تتبغي حيت من ورا هادشي ما تليتيش غتقاتل
يقاتل على ود حتى واحد اخر وشجعاتو ما يخرجش الا وهو رابح ريان. في الجهه الاخرى ريان كان مقاتل مع واحد العدو المبين وقدر يغلبو في الاخر، وبالغرور اللي فيه خشى ليه صبعو في عينو فرع عليه، حساب ليه كلشي ديالو. وملي الحكم عاقب هادشي اللي دار قرر يطردو من التورنوا وقصاه منها بشكل نهائي. هادشي كامل ما كانش في راس جيك، بدا جاي داخل للرينغ عند بالو غيتلاقى مع ريان حتى كيبان ليه واحد اخر قدامه، تما مع استسلم ديك الساعه بلا ما يفكر وانسحب حتى هو. مشى خرج من تما هو وباها وجات بعهم ريان سولو علاش دار هكا، قال ليه جيك انا راه ما غارديش في الشهره، انا غاردي فيك انت. بدا كيحاول ريان يستفزو وقال ليه جيك انا موافق باش نتحداك هنا نيت، لكن للاسف ما كاينش الجمهور اللي غتبغي انت تبان قدامه. هادشي اللي باغي انت باغي الشهره وبحالك ما غيوصلوا فين. يلاه بغى يزيد في حاله، تعصب ريان تلح عليه ضربو والقتال الاخر بيناتهم مع بدات شابكه بيناتهم، كلشي ساق الخبار وجاو كيجريو جهتهم، شعلوا الضوء تاع الطوموبيلات باش يكون داكشي باين على حقه وطريقه. بجوجهم ما كاين لك غا عطيني نعطيك، ريان كيخشي ليه وجايك كيرد ليه وريان خدم معاه الخبت، بدا كيستهدف ليه البلاصه اللي مضروب فيها، شدو ردخو مع واحد الطوموبيل وبدا تاني كيضربو في نفس البلاصه وجايك ما فيه يدو ما يدير، شدو تاني من عنقو هو يخنقو بدا كيهين فيه قدام الجمهور كامل. جايك كي ديما والو تقول واش باغي يستسلم حتى بدا كيفقد الوعي. في ديك اللقطه بدا كيتفكر كاع الناس اللي عزاز عليه وكيشجعوا فيه، تما جمع النفس بدا كيضرب في ريان في وجهه ضربه مورا الاخرى وكيطبق التعليمات اللي عطاه روكا على التنفس ملي كيكون كيضرب، كمل عليه بركله حطو كوما، وبهكا ربح جيك في القتال. واخيرا كاع الجمهور كيحيوا فيه، وتاماكس في السبيطار بدا كيغوت ما فهموا الاطباء والو. من بعد شحال من يوم وصل جيك وماكس للمدرسه وهو يتلاقى مع ريان، تسالم هو وياه بحال ما كاين والو، الروح الرياضيه وكذا. اما روكا فكر في الهضره اللي قال ليه جيك، سد الصال وقرر يرجع عند عائلته يعيش معاهم في البرازيل. وهنا كيكون سال الجزء الاول. الى عجبكم قولوا لي في كومونتيرات باش ندير لكم الجزء الثاني والثالث. ما تنساوش توصلوا هذا الفيديو هذا ل 5000 لايك. لو وصلتي حتى لهنا ما تنساش تخلي كلمه ريان باش نعرف الفيديو عجبكم. هذا هو الانستغرام ديالي، اللي عندكم شي اقتراح نشوفكم في الفيديو الجاي.